شافوني حسدوا ما سموش، قالوا خريب ما رحموش. السلام عليكم كل سكان اليوتيوب الحقيقيين الاصليين الاو جيز. الفيديوهات اللي فاتت كلها توب 10 بالنسبه لي، مش عارف افرق ايه الاول ايه التاني. من التوب 10 ايه اكتر فيديو عجبك ال10 اللي فاتوا؟ اعمل لكم استفتاء على الانستجرام هتلاقوه تحت في اول كومنت عشان نشوف احلى فيديو عجبك ونعمل زيه تاني. ده احلى كومنت، كل كومنت هيعجبني لازم. موسم العلاقات بدأ، مش العلاقات نفسها، لا الانفصال بقى. الصيف جاي وتوليت هيغني لنا. لا مش عايزه، لا ولا برتاح وانا بين هواك وانا ماسك ايديك على الطريق ولا بتاع، طلقني. اعتقد هي كانت نازله لابسه شيك وحاطه كحل، انا بقول عليه كحل، وهي نازله اما اعيط واصور فيديو. بوظت الميك اب. السيره جايه يا حبيبتي، ربنا يعينك. نوع الكحل ايه؟ ولاي الكحل نوعه ايه؟ باختصار زينب وحسن عادل سبوا بعض. انا هموت من العياط بجد والله. انا دايما شايفه ان الكتير عليه. البنات ما تصدق ميه عكره تابعين 2 كابلز، والله ده انتوا كتاكيت. بمجرد ما يحصل خلاف والله ما كنتش مرتاحه له من الاول. ايه يا جماعه عدم السلكان والصفار ده؟ ما نسلك لبعض هيرجعوا يبقى شكلك وحش. خش على اكونت خطيبها تلاقيه مش متكلم على اي حاجه، يعني حاضن واحد بس. شايفك بتكلم نفسك. ايه بقى اللي انت، ايه الجو بقى اللي انت بتعمليه ده؟ لا بقى انت كل شويه هتقولي لا تعنيني، شكلك بتكلم نفسك. انا خلاص انا هحضن. هو مش فارق له، المهم بس عمري بيجري ومش وقته هبقى اشوفها. الاغنيه بجد مؤثره بطريقه. ليه تحاول يا كابتن حسن انك تصالح زينب بعد اذنك؟ حلو كل حاجه يعني، بس ممكن تصالح اللي عماله تعيط على المنصات بعد اذنك. البنات بقى دمها خفيف امتى؟ والله العظيم بجد بتفاجئ بلاقي البنات دمها خفيف. انا فاتني ايه؟ بغير لا اللي هو ليه؟ لا احنا دمنا اخف. لا مش موافق، دي السكيلز بتاعتنا. حبوبك ما بتقل زيت كيكه، هتنجحي بعد بكره وعايزه الحبوب تروح. زيت كيكه، اثار الحبوب مطلعين اهل. ايه يا جدعان والله بتضايق. سوري يا عمو. مسامك واسعه زي الطاسه امك. قابل للحواب. لا ده انا اللي هقطع خلف. ايه ده؟ بدون كيماويات، ينفع البص الدهنيه والجافه والمختلطه. حلوه ما فيهاش غلطه تصرفاتها. انا مؤخرا بقيت اشوف بنات دمها خفيف، والحوار ده تيك توك ده بقى بيعلم في حاجه. يا ريت الشباب نعلي مجهودنا شويه يا رجاله. اللي قدامنا ده دول منظر 3 عيال يعملوا عليا انا ريفيو. ده مدرس مهذب، عشان في ناس عملوا رياكت عليه يرد عليهم وبيقول الشباب دي دول اشكال يعملوا عليا ريفيو. هم علقوا ان هو طرد حد من حصه من فصل. مين اللي المره اللي فاتت قال ايه القرف ده؟ في واحده المره اللي فاتت وهي بتمشي قالت ايه القرف ده؟ بنات الجداد فين يا جماعه؟ اللي اول مره يحضر انهي واحده؟ انت لابسه رصاصي؟ بعد اذنك اتفضلي بره، ما عادش تحضري عندي تاني، اتفضلي بره لو سمحتي. فكره ان انت بتستعرض ايه قدام التيك توك، يعني انك بتطرد بنت من حصه، انت مش قادر تتحكم في اعصابك ولا تتحكم في الايجو ولا الغرور بتاعك كمدرس، فطبيعي هتقابل انتقادات. اعمل الكلام ده بينك وما بين الطالبه، مش لازم تنزلها على تيك توك فتطلع تقول دول اشكال الناس اللي دول منظر 3 عيال يعملوا عليا انا ريفيو. منظر 3 عيال يعملوا عليك ريفيو والرابع اهو يا عم ده منظر يعمل عليك ريفيو. انا بقول لك من دلوقتي. اول واحد بيقول انا ما بحبش الكلاود تشيسنج، فاللي جنبه في النص بيقول له هو ايه الكلمه دي؟ قال له ما اعرفش، انا عرفت ان عندي تصوير فحفظتها. واللي في النص بيقول لهم ده اكيد مدرس عربي، يعني حتى ما كلفش خاطره انه يعرف انا مين. هو تقريبا دخل على جوجل كتب احدث ترندات 2026. يا عم يا مستر ادي حصتك وبطل الكوميديا دي. ابقى اعمل بقى ستاند اب كوميدي، روح شوف مسرح، نروح ساقية الصاوي مع بعض تقف والبنات تضحك وبتاع. كمل حصتك. جاب الفيديو عمل عليه ريفيو، لقوا جايبين واحده ريفيو كتاب. النهارده هنعمل ريفيو المستر، نعمل انبوكسنج. هو بيتريق ان الواد بيقول وانت جاي بتقول بيعمل عليها ريفيو. ثالثه كده جنبهم عامله شعرها موزمبليه، يعني بتتريق على شكل بنت. لو في اب وام بيشوفني، بنتك رايحه او ابنك رايح ياخد مع مدرس، بتتريق على شكل بنت، على شعرها. هم بيتريقوا على فعل عمله، قام طالع متريق على اشكالهم وطريقتهم. موزمبليه يا البنات اللي ضحكت. قول ايه بقى؟ ايه ده؟ هو طردها؟ ده طردها. انت شايفه ايه حضرتك؟ طردها. لا كده هتكرهه. لا ايه ده؟ طردها تقريبا. البنت
انا لما اقلدها بصراحه انا محتاج اجيب له باد مع فلوس الدرس. انت محتاجه ايه يا حبيبي؟ انا خدت بالي من حاجه، ان انا كل ما اكلم واحده فيكم دلوقتي تبقى جيرلز جيرل. ايه يا حبيبي؟ كل ما اجي اهزر في فيديو او في تعمل اللي انت عايزاه، ودي مني انا، اعملي اللي انت عايزاه. كونفرسيشن عادي جدا، والحالتين شكلي بهزر 100. بصي اللي يكلمك كلميني. اوه ايه يا روحي؟ ايه يا حبيبي؟ الجيرلز جيرل تقوم كده، لا ما بنقولش كده، الصحه النفسيه يا لالا. كيف اكون جيرلز جيرل بدون روت؟ مصطلح جيرلز جيرل لا يشير الى روتين تجميلي او تطبيق يحتاج الى روت، بل هو مفهوم اجتماعي واخلاقي. كوني ايه يا اسطى؟ طب والله حلو ان البنت تبقى جيرلز جيرل، ان هي تحارب البنت البكمي. اما مين بيسيب لي هيت كومنتس طيب طالما الصحه النفسيه؟ امال مين بيسب إلى درجة أن يعني ايه؟ لا بقى انا مش لماذا جاهز تخاف بحث لده. الحكومة من البيتكوين؟ يعني ايه بجد؟ لماذا تخاف بحث الحكومة من البيتكوين؟ تصعيد الاغاني يا مصر بتعمليها ازاي؟ الريسبي بعد اذنك. Yes, sir. How are you? Yeah, I'm fine. Almost me. لابسه عفريته برتقاني. The restriction and rebuilding. ثانيه واحده لو سمحتي. Sorry, sir. I will call you again. I will call you later. Not I will call you again. I will call you later. Be right back. Not again. أنا آسفة جدا يا أستاذة وسام. أنا حالا هسيب الموبايل وأكمل شغل. كملي ايه تشتغلي كول سنتر يو كي؟ فهميني بس، انت اتعلمتي الانجليش ده فين؟ وبعدين انت مؤهلك دبلوم على ما اعتقد، انت ازاي بتنطقي الانجليش بمنتهى السلاسه كده؟ يا شيخه ما هو ما فيش جرامر. كول يو اجين. أيوة يا أستاذة وسام، أنا فعلا خريجة دبلوم، ولكن أنا خدت شوية كورسات كده عشان أقوي اللغة بتاعتي، عشان يبقى ليا شغل إضافي جنب شغل النظافة. استاذه وسام، حضرتك عندك دلوقتي ميعاد مهم وعماله تاخدي وتدي مع عامله النظافه، كده حضرتك هتتاخري. مع عامله النظافه، مع اللي بتساعدنا في البيت. بتتكلم انجليش بطلاقه احسن من 100 موظف شغال عندنا في الشركه. هي ازاي استاذه مش عارفه انها ما بتتكلمش انجليش بطلاقه؟ وبعدين يا حبيبتي بقى فهميني، طالما انت يعني اللغه بتاعتك بني ادمه، ليه ما تشوفيش شغل تاني افضل من شغل النظافه؟ أصلا أنا بصراحة يعني بعول أسرتي حضرتك انا بعول باين عليك ما تقول. فأنا لو اعتمدت على شغل الترجمة ده يا نهار اسود، معاك لغه اشتغل مترجم واعمل فلوس مش هيخليني اعول اشتغل عامل نظافه؟ هعول عيلتي. رضوى الشربيني عامله لقاء مع 2 مخطوبين، كل الحوار ان الام عايزه تقعد معاهم عشان هي بتحب ابنها، مش عايزه ابنها يفارقها يعني، والبنت عايزه شويه خصوصيه اللي هي هتبقى مراته. الابن مش عايز يزعل امه طبعا ومعاها، بس راحوا لرضوى الشربيني عشان تحل، فالبنت سابت الايه يعني، رمت له الدبله ومشيت. عايزه احل والنبي. استاذ احمد مش هينفع يكون بديل للزوج وعشره العمر، فانا زوجي توفى فانا ابني. يا استاذه رضوى لسه هنطق واقول لحضرتك، انا في وجود محمد ابو احمد ابني برضك كان احمد المتقرب ليا، يعني احنا ما يتجوزش عشان احنا انا بالنسبه لي ده بيبقى منابوليشن. انا شايف ان الام ملهاش غير ابنها وجوزها وبيتها وبتاع، بس لما الابن يجي يتجوز طبيعي الام هتتاثر، وطبيعي الام هتبقى مش قادره على الفراق ده، بس طبعا هي هتتمنى له الخير، فلازم تبقى معاه في ده، مش تضغط عليه بشكل مع ابنها يبقى فيه لوم كده، لوم خفي. لا انا عايزه يعيش. طب هي البنت بتقول لحضرتك دلوقتي انا عايزه يبقى عندي خصوصيه بعد اذنك. طيب انا وهو بيقول انا مش هعمل حاجه الا لما امي ترضى. انا عندي حل. اتفضل. الله يرضى عنك يا حبيبي، الله يرضى عنك، ده نور عيني وقلبي من عارف يا حاج، عارفي يا حاجه والنبي. انا دلوقتي ناخد شقه 3 اوض، وانا ليا اوضه ويتفتح لها اوضتين. يا فندم ليكي اوضه ليه؟ مع حضرتك ممكن يبقى هي ليها اوضه في شقه وحضرتك تاخدي شقه فوقيهم باوضتين. اجري شقه فوقيهم؟ طب وده كلام؟ شقه فوقيهم؟ طب احنا نجيب الشقتين اللي فوق بعض دول ازاي؟ غير ما كده كمان يعني هي تكلفه على الفاضي يا استاذه. تكلفه ليه؟ ما هو الشقه الجواز. لا بصراحه يعني مش عارف. قلب 3 اوض هتبقى بقد كده، هنقسمها على شقتين، واحده اوضه هي راضيه وحضرتك خدي الاوضتين التانيين. ما هو كده هيبقى شقتين. ما انا متفق معاك على كده. تمام، ما انا قلت لحضرتك بقى هيكون لما الدنيا كده برضه انا هبقى بعيد، لكن انا في مقدرتي دلوقتي مش هقدر. لا انا مش عايزه ابعد عن ابني ولا ابني يبعد عني. ازاي بقى؟
كده نقدر نقول ان مفيش نصيب فعلا. وابنها قاعد وهو عنده جوه. طبعا الموقف ده بيبقى محرج جدا، عايز ترضي امك وفي نفس الوقت عايز ترضي البنت اللي انت هتبني حياتك معاها، فمش عارف. وانا مضطره ما اكملش. انا اسفه يا استاذه. قامت قلعت له الدبله جدا. طب استني طيب، خشي جوه. اقول لك دول كمان الشبكه لحد ما تجيب لي الفلوس على الهوا، لحد ما تجيب لي فلوسي. الموقف محرج، الموقف بصراحه محرج، وانا ضدهم اصلا ان هم طلعوا على الهوا يعرضوا حاجه زي كده ويخلوا رضوى الشربيني هي اللي تحل. بس كده يا جماعه نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. اشوفكم بكره، بحبكم جدا. وانت بتاكل وبتشوف الفيديو ده والفيديو خلص قبل ما تخلص الاكل، حافظ كل كومنتات. طلعت من حياتي، فاكره ايه كل هيطر